وسلم خلاص محله قال عساك بلف حل والله يجعل معونته على الطاعة، بس أهم شاء الله أنك تستخدمها بطاعته. راح يقول أنا مباشرة لا شعوري قلت يا بي الرجال الحين كذا، قال لا 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 شوف يا وليدي أنا بختصرها لك الحين رجال وجعان موطي بطنه، ها راجل فقير وغواه الشيطان وجاي يتحلل جاي من ديرته ولا عنده شيء وهذا وتو يبي دراهم، حنا نعين الشيطان عليه ولا نعينه حنا وياه على الشيطان؟ حنا رجال جاي يبي يتوب ويبي يرجع لربك، خل مير نكسب الخير والتوفيق ونحتسبه وجزاه الله خير إن شاء الله يبي يدعي لنا ولا ضيع شيء بالآخرة، والشيء اللي مهب لك يا وليدي ما أنت بأخذه. لكن مير تعال يقول إنه دخل وعطان دفتر وقال لي شوف يا وليدي هذا الدفتر خله عندك إن استفان الله تراي ما أسمح لك تفتحه ولا تطالبون الناس اللي متدينين ومسجلين عليه، لأنه من أول يسجلون هذا أخذ كذا وهذا هذه 1000 وهذه 500 وهذه 400. لا توفانا الله ودفنتون اطلع وعلقبه احرقوا كله ولا أسمح مهبلي هي تراي مبيحكم مبيح كل من أخذ. إن جاء أحد فالحمد لله، ما جاء أحد يقول لي هو فعلا طبعا سبحان الله له قصة أخرى لكن ليس هذا وقته. كيف توفي وفاة عجيبة سبحان الله العظيم. يقول عقب ما دفنا الوالد يقول طلعت أنا بذيك الليلة ومعي دفتر الوالد والشيطان أنا وياه يعني أخذ وعطى، يقول بس بشوف ورقة يقول لمحت ورقم وانا اشق يقول مبلغ في الشيطان كأنه يقول هذا ورث يعني انت من هبل انت. اي والله يقول وابدا اشق وحلت بالضوء واشق وحلت لما انتهى ولا احد يعلم لان هي من حق الوالد ولا طلب ان احد يتدخل في هذا الامر. انا اقول يا جماعه هي رساله وارجو ان تتسع الصدور للكلام اللي بقوله. سبحان الله يعني اجعلوها مقترح مني وأنا من أصغركم سنا وعلما وفقها وكل حاجة، لكن الله يجعلنا وإياكم من المقبولين آمين. الموفقين آمين. كل واحد منا قد يمر عليه أحد يأخذ منه سلفه سواء من 100 ريال وأكثر أو أقل. يا جماعة إذا استحضرنا النية، إذا عطيت أحد مبلغ ثم يعني أضمرت بنفسك إن كان يسر الله هالمبلغ اللي أنا أعطيته فهذا نور على نور، ما جاء ترى يا ربي محتسبه أجر وذراء وفرج كربه. أنت الآن حصلت أمرين، حصلت أنك أضمرت في نفسك نية توفق له وأجر عظيم عند الله عز وجل لو توفاك الله، لو ما سدد فأنت مشيت بنيتك من يوم عطيت هذا الرجل المبلغ سواء قليل أو كثير. والله عز وجل لا يجازينا على كثرة الأموال، إنما يجازينا على سلامة النفوس وصحة المقصد في القلوب. لذلك يا جماعة والله ما في أجمل من إن الواحد يعود نفسه أيا كان، ترى لو هو ريال، أنت تراك ما أنت تتعامل مع بشر، أنت تتعامل مع رب البشر. الريال واحد قد يكون هو نجاتك يوم القيامة. احتسب النية إن الله يسرها الحمد لله، ما يسرها الله فالله يجعل ذراء وتوفيق وسعادة وصلاح ورزق من رب العالمين. والله عز وجل يعلم ما في نفسك، وهذه قد تكون خبيئة لا يعلم بها أحد. ما أحد يعلم أنك عطيت فلان 50 أو ريال لو هو أي من كان، لكن إذا احتسبته هكذا يكون أجره وعظم قدره عند الله عز وجل. الرسالة الثانية يا كرام، وأرجو إن شاء الله أنه يفهم هذا الكلام على مقصودي بإذن الله عز وجل. كل واحد منا قد ما يخلو أنه أعطى أحد سلفه، وقد يكون وخاصة اللي يدينون أو بينهم مداينات يعطي أحد وأموره ميسورة. والله يا جماعة وخاصة نحن في هذا الشهر المبارك يا جماعة، من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة. يعني تخيل لو أنك أعطيت أحد مبلغ تدين منك قرض حسن أو بمصلحة أو أي كان، ثم ما تيسر له، ضاقت عليه الوسيعة ما تيسر. يا جماعة نحن في شهر بركة وشهر خير وشهر التزامات مادية وشهر يعني الناس شوي قد تكون منضغطة عند بعض الأمور المادية. ما أجمل أن الواحد يفرج عن الناس شوي،
يا جماعة تراه الدين يكسر الظهر. الناس تراها الدين كما ورد عن علي لو كان رجلا لقتلته. الدين تراه يضيق الصدر. تخيل واحد عنده بنيات وعيال ومقبل على عيد ومقبل على خير وعليه التزامات وأنت تطالبه بمبلغ مالي. نعم إذا كنت أنت محتاج فالحمد لله ما حد يلومك، لكن بعض الناس يبقى بالبنك. يعني يا كرام والله العظيم والله مؤلم، يعني نسمع أمور شوي يعني ضيق الصدر من بعض اللي يدينون ويعني يلزمون الناس ويضغطون عليهم. يعني يا كرام والله الحالات اللي نسمعها، يجيك واحد منضغط ماليا ثم يجي الواحد يطالبه ويضغط عليه. ما المشكلة أنه سواء أعطاك الآن المال أو أنه يبقى بالبنك بحسابك؟ ما أجمل أن تنظر معسر. يقول الإمام أحمد بن حنبل: ما هي أفضل الأعمال؟ قال: إدخال السرور على قلب مؤمن. تخيل لو قلت لهذا المديون نبي نصبر عليك، افرح بهم بالعيد، الأمر يسير والأمور متيسرة. جماعة ننظر الناس شوي، نوسع صدورنا عليهم. أنت دراهمك تبي تجيك بإذن الله عز وجل، لكن لا فتحت له مجال، لا يسرت عليه، أفرحت وكنت شريك بإسعاد هؤلاء الناس اللي ضايقت عليهم الأمور شوي، جعلت لك فرج وتوفيق من رب العالمين لم تحسب له حساب. فهي فرصة في هذا الشهر المبارك، فرصة نوسع صدورنا ونكون معينين على الناس على تخفيف التزاماتهم المادية، وستجدون بإذن الله عز وجل التوفيق والسعادة والصلاح من رب العالمين. ومن ترك شيئا لله عوضه الله. اترك شيء لك ستجده إن شاء الله بإذن الله صلاح لك وبركة ودفعة بلاء بحول الله. اللهم صل على محمد. أنا أقول صح لسانك. الله يسلمك وبيض الله